السلام عليكم. مش لازم خالص لو انت داخل مجال التمثيل مع الوقت، لو اكتشفت ان انت مش ممثل كويس، مش لازم تبقى ممثل جامد. ممكن تكتشف ان انت شاطر في حاجة تانية، والحاجة التانية دي هتكتشف ان هي هتكون سبب نجاحك وسبب تفوقك وسبب حاجات كتير جدا كويسة في حياتك. ممكن تبقى داخل ككاتب وتكتشف ان انت مخرج شاطر. ممكن تبقى داخل كمخرج وتكتشف ان انت مدرب شاطر. ممكن تبقى داخل كراقص وتكتشف ان انت بتاع مونتاج شاطر، وهكذا. مش شرط الحاجة اللي انت داخل عليها تبقى هي الحاجة اللي انت شاطر فيها، لا. ممكن الحاجة دي كانت وسيلة عشان تعرفك الحاجة اللي انت شاطر فيها، ولكن ده مش معناه انك لو داخل حاجة معينة لو حسيت ان انت مش شاطر فيها فتيأس على طول، لا. انا بتكلم على الناس اللي داخله واشتغلت وحاولت وكافحت وتعبت بجد وذاكرت كويس قوي، ولكن في الاخر لقت شغفها الحقيقي في حاجه تانية. بلس ان ممكن تبقى شاطر في ده وشاطر في ده عادي، ممكن تبقى شاطر في الاتنين واكتر من حاجتين عادي جدا. بلس ان ممكن ما يبقاش في حاجه من المجال انت كويس فيها فلازم تراجع نفسك. بلس انك ممكن تلاقي حاجات كتير جدا، فهي ملهاش قاعدة وملهاش حاجة ثابتة. هي الفكرة ان انت بتكتشف نفسك، ودايما بتدور على شغفك، ودايما بتدور على الحاجة اللي انت متميز فيها. والحاجة اللي انت متميز فيها دي لازم دايما تشتغل عليها وما تسيبهاش، وما تقولش لوهلة كده انا وصلت للليفل الوحش في الحاجة دي، لان كل ما توصل لليفل وحش في ليفل اوحش واوحش. بس كده، اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو اي حد محتاج اي استشاره او محتاج اي حاجه، لينك الفيسبوك بتاعي تحت في صندوق الوصف، ادخل اسالني على طول. السلام عليكم.